مرحبا حبايبي، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله كله خير وصحة وعافية. اليوم راح نسوي يخبز دجاج اصفر. هنا عندي تقريبا نص كيلو دجاج. طبعا اول شي خلينا الزيت وبعدين حمسنا البصل، راس بصل حمسناه وبعدين دبينا الدجاج عليه. راح نحمس البصل والدجاج سوا الى ان الدجاج ياخذ نكهة البصل، وارجع لكم بالخطوة الثانية. هسه رجعنا لكم بعد ما حمسنا الدجاج ويا البصل، ضفنا التوابل عليه. التوابل هي حبتين من بصرة، ورغار، كاري، فلفل اسود، وملعقة شاي ثوم مطحون. هسه ارجع لكم بالخطوة الثانية. هسه هنا رجعت لكم بهاي الخطوة. هسه راح نضيف الحمص عليه. طبعا انا ما احب اخلي حمص مجروش، احب اخلي حمص اطيب يصير ويعطي ثخن اكثر يعني للسوب مالت الجشريدي. هنا هسه راح نرجع للخطوة التالية. الخطوة التالية شو حنسوي؟ راح نضيف المي عليه. هنضيف المي ونتركه الى ان يفور. هسه هنا رجعنا لكم. شوفوا هاي الرغوة اللي صارت باليخني مالت الدجاج لازم كلها تنشال حتى بس الزفارة بالدجاج. هسه راح نشيلها ونتركه الى ان يستوي. هنا هسه عندنا طبعا ورا ما يفور راح نضيف الملح. وهاي خلصت عندنا كل المكونات. هسه راح نتركه الى ان يستوي واشوفكم النتيجة النهائية. شوفوا حبايبي هذا الشكل النهائي لليخني، يعني الريحة تخبل والطعم فد شي، يعني جربوه وندعولي.